بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. حكايتنا النهارده مع قديس عظيم كلنا بنحبه كتير، هو القديس الانبا اندراوس الصموئيلي. هو قديس عظيم وكل الناس بتجلله الاحترام ومعجزاته قويه وبيحب ربنا من كل قلبه. النهارده هتعرف على قصه حياته. ولد ابونا اندراوس الصموئيلي سنه 1887 في قريه من محافظه بني سويف، وكان اسمه يوسف خليل إبراهيم. وفقد بصره وهو كان لسه عنده 3 سنين بس، واتعلم في القرية في كتاب قراية المزامير وحفظ بعض آيات من الكتاب المقدس. وأرسله أبوه لدير الأنبا صموئيل وهو كان لسه عمره 13 سنة، وكان ده بهدف التعليم مش بهدف الرهبنة أبدا. وفضل في الدير لغاية لما بلغ سن 22 سنة، ومن كتر ما هو قعد في الدير حب حياة الرهبنة، وقال عن رغبته دي لأب اعترافه انه عايز يفضل في الرهبنة ويتعلم اكتر من الدير. وفعلا ابوه الروحي سمح له بكده ورشمه باسم ابونا اندراوس. وبكده بدأت حياته بدري جدا في حياة الدير، وحبها من كل قلبه، وكل الرهبان التفوا حواليه وحبوه جدا، وبقى اسمه ابونا اندراوس الصموئيلي. وكان بيحب حياة الصلاة جدا، وكان دايما يسموه ان هو ضيف من السماء، معظم وقته مقضيه في الصلوات والاصوام والمطانيات، ودايما قاعد في الدير يخدم اخواته، ودايما يحبوا يتلفوا حواليه. وكان دايما ما بيقفش الا دايما رافع ايديه ورافع قلبه وعقله الى ربنا نفسه، ويكلمه عن كل الاحوال ويصلي من اجلها كمان. وكانوا اخواته في الدير يسمعوه انه يرتل المزامير الصبح وبالليل بصوت عالي، واكنه قاعد وسط الملائكة يرتل معاهم. وكان ساعات يقول المزامير دي ولا 10 مرات ولا كذا مرة عشان ياخد بركة المزامير دايما وتحلله كل المشاكل اللي ممكن تقابله. وعاش أبونا بكده حياة الفضيلة والصلاة والاتقان والمساعدة لإخواته الرهبان بدون كلل وبدون تعب أبدا رغم مشقة ده عليه. وكان دايما ما يحبش يطلب المساعدة قوي من إخواته، بل يعتمد على العصاية اللي كان يمشي بيها. وفي مرة قابل رئيس الدير جاي من الطريق، فقال لتلميذه خبي العصاية بسرعة لأن ما ينفعش أقابل أبونا وأنا ماسك عصاية قدامه، ده أنا لسه مجرد راهب، عايزني ازاي اقابل سيدنا وانا ماسك لسه العصاية. وكان ابونا اندراوس مثال للحياة الفضيلة والتسليم لربنا دايما في كل الامور. وكانوا تلاميذه كمان يحبوا يسمعوا صوته وهو بيرتل وبيسبح لربنا دايما، وكان دايما يقول له عيد ويزيد ويعيد تاني ويزيد، لانها كلها بيحسها بركات من عند ربنا. وعلى كل اللي مر بيه بمصاعب لانه فاقد البصر عمره ما تذمر، وعمره ما مر بدقيقة او اللي حواليه سمعوا ان هو بيتكلم بدقيقة او بزعل من اي شيء، بل كان دايما رافع قلبه لربنا، وكان ده بشكر وتسليم كامل لإرادة الله. وكان دايما ابونا اندراوس يحب لمة الاطفال حواليه، وبيحس ان ديت بركة كبيرة. وفي زمن الضيق سابوا رهبان كل الدير، وبقى ابونا اندراوس الصموئيلي وحده في الدير، وحاولوا ياخدوه معاهم لكنه رفض بشدة كبيرة، وقال انا ما سيبش ديري ابدا مهما يحصل، ده انا يبقى كده ما عنديش اصل وانتماء للدير. وفعلا سابوه مشوا، وبقى ابونا اندراوس في الدير لوحده، عشان هو كان راجل كبير وفاقد بصره، خاف على الدير من البدو وقطاعين الطرق، فقفل على نفسه الدير من الداخل، وبقى هو وحده جوه الدير. وكان من الطريف انه كل يوم يشد الجرس مرتين في اليوم عشان يعرفوا اللي حوالين الدير ان الدير مازال عامل وفيه رهبان. وعاش ابونا اندراوس الصموئيلي في الدير لمدة 4 شهور لوحده تماما، وكان اكله عبارة عن العيش اليابس والمية المالحة، وكان كمان بيشكر ربنا عليهم كتير. ولما رئيس الدير فات على الدير وما كانش لسه يعرف الاحوال ايه وان الدير وصل بيه الحال لايه، لقاه دير مهجور مفهوش غير ابونا اندراوس بس وحده. فسأله على اللي حصل، فحكاله على كل اللي حصل خلال الفترة دي. وبعد شوية عادوا الرهبان تاني للدير، واتبارك الدير واتحافظ ليه عليه عشان ابونا اندراوس كان لسه موجود فيه. وعلى كل ده ربنا حط بركة كبيرة قوي في دير الانبا صموئيل اللي كان دايما بيظهر له ويقعد معاه، وكان ده بسبب بركة كبيرة ان الدير رجع عامر تاني.
وفي احدى زياراته للمستشفى سأل الاب الكاهن: انت كنت قاعد لوحدك بتكلم الانبا صموئيل بتقول له ايه؟ قال له: في يوم قعدت قدامه قدام الصورة والايقونة، فقلت له: طب لو جم البدو دلوقتي وقتلوني اعمل انا ايه؟ فظهر له الانبا صموئيل وقال له: ما يقدروش عليك. فلقى الدنيا نورت وحس بوجود الانبا صموئيل المعترف، وحس ان هو موجود معاه في المكان، فازداد قوة وصلابة وما خافش ابدا عشان معاه الانبا صموئيل المعترف. وفي يوم عملوا احد الاباء بطريقة قاسية فزعل جدا، فظهرت له ام النور وطبطبت عليه ورشمت الصليب على راسه وقال له: ما تخافش وما تسيبش ديرك ابدا، عشان انا كمان موجودة معاك في نفس الدير، وما تخافش انا هغير لك الاب الكاهن ده عشان خاطرك يا انبا صموئيل. وبيقول عن وصف امنا العذراء انها جميله جدا بره وجوه، لانها حنينه وام بتخاف عليه من كل شيء، وكانت دايما بتطبطب عليه وتخاف عليه وتراعيه دايما وتخدمه. وفي وقت ما العذراء أمنا ظهرت له هو كان تعبان جدا، وبسبب الظهور ده قام في الحال وشف في الحال، لأنها هي اللي رشمت عليه الصليب وطبطبت على كتفه كمان. وكده اتغير قلب أبونا اندراوس الصموئيلي بسبب محبة أمنا العذراء، وبقى متسامح أكتر وما بقاش أبدا يزعل من حد. وفي يوم ابونا مسك صورة وقال له: دي صورة مين؟ قال له: دي صورة رب المجد يسوع. وفعلا كان صورة الرب يسوع. وفي مرة تانية ممرضة بتقول له: دي صورة مين يا ابونا؟ قالت له: صورة امنا العذراء. هو عارف انها صورة امنا العذراء. وكان ابونا اندراوس اثناء وجوده في الدير كان دايما معاه قطة صغيرة بتمشيه وترشده، وكأنها ملاك صغير بتسير قدامه دايما. وايام ما كان في المستشفى وكان في عامل بيرمم دير مريمينا وقع فاتصاب في عمود الفقري، فلما راح المستشفى طلب والده انه يزور الانبا اندراوس الصموئيلي ويصلي من اجل ابنه عشان يقوم بالسلامة. فطلب منه شوية مية ورشم عليها الصليب وقال له: خلي ابنك يستحمى ويشرب منها وان شاء الله يقوم بالسلامة. وما هي الا 3 ايام وابنه قام بالسلامة، وده ببركة وصلاة ابونا اندراوس الصموئيلي. تنايح أبونا اندراوس الصموئيلي في 7 فبراير 1989، وكانت الساعة 10 مساء. بركة وشفاعة أبونا اندراوس الصموئيلي تكون معاكم ومعانا أمين، واذكرونا دايما في صلواتكم وصلوات أمنا العذراء أولا وأخيرا، واذكرونا في صلواتكم. متنسوش الاشتراك معانا في القناة، قناة نور القديسين يفرح. ربنا دايما يفرح قلبكم بكل غالي، ومتنسوش الاشتراك واللايك الحلو من ايديكم، واذكرونا دايما في صلواتكم. امين.